هل فعلا بقت المعجزات في كأس العالم؟ استنى، لو قلتلك إن أكبر مفاجأة في كأس العالم الحالي مش منتخب كسب ولا منتخب خرج، لكن إن كلمة المستحيل نفسها بدأت تختفي، هتصدقني؟ بص، قبل ما أي حد يهاجمني ويقولي أنت بتبالغي، خليني أفكرك بحاجات حصلت فعلا. وفي البطولة دي شفنا منتخب صغير زي الراس الأخضر قدر إنه يحرج الأرجنتين بطل العالم ويجبرها على مباراة صعبة، لدرجة إنهم لعبوا كمان وقت إضافي. الأرجنتين ما حسمتهاش إلا بصعوبة شديدة جدا. دي الأرجنتين اللي أخدت كأس العالم كم مرة. وشفنا مصر بتحقق أول فوز ليها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم بعد مباراة ماراثونية انتهت بضربات جزاء قدام استراليا، والأول مرة توصل للدور ال16. السؤال هنا بقى مش مين كسب، السؤال إيه اللي حصل لكرة القدم. بص يا صاحبي، زمان كان مجرد إن منتخب صغير يواجه بطل عالم كنا تقريبا عارفين النهاية، لكن النهاردة كل ماتش بقى له حكاية، كل منتخب بقى عنده أمل، كل واحد بقى مرشح للفوز، بقى داخل وهو عارف إن أي غلطة ممكن تنهي حلمه. تعال نشوف البرازيل اللي روحت بدري، ولا ألمانيا ولا هولندا. الناس دي كانت مرشحة وبقوة وأخدوا كأس العالم فعلا في سنة من السنين. النهاردة بره كأس العالم ومن بدري قوي. عارف الغريب ايه؟ ان ده مش مجرد احساس، ده اللي بتقوله البطولة نفسها. لأول مرة في التاريخ كأس العالم بقى 48 منتخب، يعني فرص اكتر، مواجهات اكتر. منتخبات كان زمان بتتفرج على البطولة من البيت بقت واقفة قدام ابطال العالم في الملعب. في ناس قالت ان الفيفا عملت كده عشان تزود المفاجآت، لكن هل ده حقيقي؟ ولا الحقيقة أبسط من كده؟ الحقيقة إن زيادة عدد المنتخبات غيرت شكل المنافسة فعلا، وخلت فرص ظهور مفاجآت أكبر في بعض الأدوار. لكن حتى مع النظام الجديد المنتخبات الكبيرة لسه هي اللي عندها حظ أحسن في النهاية. يعني النظام ممكن يفتح الباب، لكن محدش يقدر يضمن مين اللي هيعدي منه. خليني بقى أسألك سؤال، لو كنت في البطولة قلتلك إن ألمانيا وهولندا ممكن يخرجوا بدري، كنت هتصدق؟ يمكن لأ، لكن البطولة الحالية شهدت فعلا خروج أسماء كبيرة، وفي المقابل ظهرت منتخبات أقل ترشيح قدمت مستويات خطفت أنظار الدنيا كلها. يبقى هل إحنا فعلا قدام عصر جديد في كرة القدم؟ ولا دي مجرد بطولة استثنائية؟ ولا الذكاء الاصطناعي كان ليه دور في الموضوع؟ وأنا بدور اكتشفت حاجة غريبة جدا، كل ما تزيد المفاجآت يزيد معاها كلام الناس عن المعجزات. لكن هل دي فعلا معجزات؟ ولا في أسباب منطقية خلت الفرق ما بين الكبار والصغيرين يقل سنة بعد سنة؟ استنى، لأن اللي لقيته بعد كده خلاني أبص لأي مباراة كبيرة بطريقة مختلفة خالص. بص، في سؤال بيلف في دماغي، هو كل اللي بنشوفه ده مجرد صدف ولا في سبب منطقي خلى المفاجآت تزيد بالشكل ده؟ وأول ما بدأت أدور اكتشفت إن في ناس كتيرة كانت متوقعة إن بطولة 48 منتخب هتبقى مملة، وقالوا هنشوف بقى مباريات سهلة وماتشات هتعدي وناس هتمشي بدري ونتائج كبيرة. يعني البرازيل لما تلعب مثلا مع فرقة بسيطة هتجيب بقى 5 ولا 6 جوان. ما حصلش. الأرجنتين لما تلعب مثلا مع الراس الأخضر اللي شوية جزر جنب المغرب وأصلا أول مرة يشتركوا وملهمش اسم في الموضوع، ما قدروش إن هم يعد عليهم إلا بالعافية يكسبوهم. بعد إيه؟ بعد 4 أشواط، والفرق كان صغير جدا. هتيجي بقى تتفرج مش تنافس، الموضوع بقى حاجة عادية كده، الناس بتلعب وهي مش عارفة هتوصل لفين، حتى الكبار كده. لكن اللي حصل على أرض الملعب مختلف، منتخبات أقل ترشيح وقفت قدام عمالقة الكرة من غير خوف. شفنا أسماء تاريخية بتودع البطولة بدري قوي. ألمانيا خرجت من باراجواي بضربات الجزاء، هولندا ودعت البطولة قدام المغرب، وأورجواي خرجت من دور المجموعات أصلا. يعني اللي كان الناس فاكراه هيبقى توسيع للبطولة
ده بقى توسيع للمفاجآت. السنة دي كأس العالم مليان مفاجآت ومحدش كان يتخيلها أصلا. بس استنى، هل ده معناه إن الفيفا قرر يساعد المنتخبات الصغيرة؟ يعني هل الفيفا ليها دور في الموضوع؟ لا، اللي بيحصل هو مفاجآت مش مؤامرات. لما تزود عدد المنتخبات من 32 ل 48 وتضيف دور جديد لخروج المغلوب، انت ببساطة بتزود عدد المباريات الصعبة اللي لازم يعدي منها المنتخب الكبير. ما هيلعب بقى مع منتخبات صغيرة كتير ولازم يعدي من كل ده، وكل مباراة إضافية فرصة إضافية إن تحصل مفاجأة. حتى خبراء الإحصاء قالوا إن النظام الجديد رفع احتمالات سقوط الكبار في المباراة الإقصائية، لكن في النهاية لسه المنتخبات الكبيرة هي اللي عندها حظ إنها تكسب اللقب، لأن عندها عمق أكبر في التشكيلة وقدرة أعلى على الاستمرار على أدوار كتيرة، يعني تقدر تعدي من كل الصغيرين دول وتوصل للنهائيات. يعني النظام فتح الباب لكن ما اختارش مين يدخل منه، ده اللي فيفا عملته. لكن الأغرب هو إن الفرق الصغيرة نفسها اتغيرت. زمان كان في منتخبات تيجي تدافع 90 دقيقة، دلوقتي أغلب لاعبتها بيلعبوا في دوريات أوروبية، عندهم محللين أداء وتكنولوجيا وبيذاكروا المنافس زي ما المنافس بيذاكرهم. يعني الفجوة اللي كانت موجودة من 20 سنة بقت مش موجودة، وده يفسر ليه بقينا نشوف مباراة ما بين بطل عالم ومنتخب أقل في الترشيح وتفضل النتيجة متعلقة لآخر دقيقة. لكن وأنا بقلب في الأرقام لقيت حاجة أغرب، حاجة ملهاش علاقة بقى بالنظام ولا بعدد المنتخبات ولا بالإحصائيات، حاجة خلت آلاف المصريين يقولوا يمكن المرة دي مختلفة. 7 مصادفات غريبة انتشرت ما بين الناس بسرعة، بعضها مجرد أرقام وفي منها تشابهات وفي بقى منها صدف، لكن كلها خلت ناس كتيرة تبدأ تحلم. هل المصادفات بقى دي ليها أي قيمة فعلا؟ ولا احنا بطبيعتنا بنحب نربط ما بين أحداث ملهاش علاقة ببعض؟ تعال أقولك وخليني أوضح لك حاجة من البداية. أنا مش بقول إن المصادفات دي معناها إن مصر هتكسب، ولا بقول إنها رسالة من القدر. أنا بس هقولك ليه آلاف الناس على السوشيال ميديا بدأوا يربطوا بين أحداث ملهاش علاقة مباشرة ببعض. ليه العقل البشري بيحب يعمل كده أصلا؟ كل كاس عالم تقريبا بيطلع منه منتخب يكسر كل التوقعات، مش لأنه الأقوى لكن لأنه استغل لحظة واحدة. الناس بدأت تقول طالما كل بطولة فيها مفاجأة، إيه اللي يمنع أن المفاجأة الجاية تكون مصر؟ السؤال منطقي، لكن الإجابة لسه على أرض الملعب. في البطولات الكبيرة الضغط بيكون على المنتخب المرشح، أما المنافس ويدخل وهو عنده ضغوط قليلة، وأوقات الضغط ده بيغير شكل الماتش كله. كل ما منتخب كبير يكسب بصعوبة الناس تبدأ تقول بص ما هو مش بالقوة اللي كنا فاكرينها. لكن الحقيقة الفوز الصعب مش معناه ان الفريق ضعيف، ومش معناه برضو ان المنافس اللي جاي هيكسب، ده مجرد قراية ممكن تصيب وممكن تخيب. السوشيال ميديا عندها قدرة غريبة، لو لقت 5 منشورات بتتكلم عن نفس الفكرة تحس ان العالم كله مقتنع بيها، مع ان ممكن تكون مجرد منشورات بتكرر نفس الكلام. في كل بطولة بتظهر إحصائية غريبة، مرة عن عدد الأهداف، مرة عن سلسلة انتصارات، ومرة عن تاريخ معين الناس بتحب تبني عليها توقعات. لكن الإحصائيات بتشرح الماضي مش بتضمن المستقبل. كل ما يقرب ميعاد المباراة يزيد الإيمان بالمفاجأة، وده طبيعي لأن الأمل جزء من متعة كرة القدم، من غير أمل محدش هيشجع. أغرب بقى مصادفة وإن كل مرة الناس تتأكد إن النتيجة معروفة تيجي كرة القدم وتثبت العكس، وده يمكن السبب الحقيقي اللي بيخلينا نرجع نتفرج على كل بطولة بنفس الحماس. ما احنا مش عارفين مين اللي هيكسب، البرازيل وخسرت وطلعت، والأرجنتين عدت بالعافية. الناس الكبيرة ما بقاش ليها قيمة، لأ دلوقتي بقى بيقفوا قدام منتخبات صغيرة وهم حاسين انهم واقفين قدام منتخب كبير، ويا يعدوا يا ما يعدوش. لكن بعد كل اللي قلناه فضل سؤال واحد، لو دي مجرد مصادفات ازاي ناس كتيرة بتقتنع بيها بسرعة؟ ايه اللي بيخلي اشاعة او رقم او صورة تتحول في ساعات قليلة لحقيقة في عقول آلاف الناس؟
في كرة القدم في فرق كبير جدا ما بين الأمل واليقين. الأمل إنك تؤمن إن المنتخب يقدر يعمل ماتش كبير، وده حق أي مشجع. لكن اليقين إنك تقول النتيجة محسومة قبل ما الحكم يصفر، ده عمره ما كان موجود في كرة القدم، ولو كان موجود ما كناش حبينا اللعبة أصلا. تعرف أجمل حاجة في كأس العالم؟ إنه البطولة الوحيدة تقريبا اللي بتخلي طفل في بلد صغيرة يحلم إنه هيهزم بطل العالم. الأجمل الحلم ده أوقات بيتحقق مش لأنه مكتوب ولا لأنه معجزة، لأن الفريق استعد كويس وعارف هو هيلاعب مين، وعنده حارس متدرب كويس جدا وبينقذ الكورة في آخر دقيقة. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتعمل ماتش جامد جدا. وأنا بعمل الحلقة اكتشفت حاجة، إحنا كمشجعين بنحب القصص، وبنحب نربط ما بين رقم ورقم، بين تاريخ وتاريخ، وصورة وحدث، وده طبيعي. المشكلة بتبدأ لما نحول المصادفة الحقيقة، يعني زي مثلا سيمبسون واللي عمله سيمبسون، ونقول إنه هيحصل بجد. إحنا بنربط ما بين الأحداث، يعني زي ما طلعت وقال إن سيمبسون اتنبأ بماتش إيران ولا بماتش استراليا، يبقى أكيد اللي جاي ماتش الأرجنتين ومصر هتكسب زي ما قالوا. وعشان كده لو سألتني هل مصر تقدر تفوز، هقولك أي منتخب بيدخل الملعب عنده فرصة، لكن الفرصة مش وعد. ولو سألتني هل الأرجنتين مرشحة، هقولك أكيد، لكن الترشيحات مش أهداف. وده يمكن أكبر درس اتعلمناه من كرة القدم، إنها اللعبة الوحيدة اللي ممكن تخليك قبل البداية متأكد من حاجة، وبعد النهاية تكتشف إنك كنت غلط أصلا، لأن بتحصل مفاجأة. عموما هو فاضل يوم واحد أو هنقول ساعات، وهنعرف إيه اللي هيحصل في ماتش مصر والأرجنتين. هو ده بقى اللي هيحسم اللعب جوه الماتش جوه الملعب، هو ده اللي هيأكد إيه اللي هيحصل بالظبط. لو عجبتك الحلقة دي خليك معانا، وياريت كمان تشترك في القناة وتتابع معانا كل الحلقات اللي بنقولها، لغاية ما مصر إن شاء الله توصل لأدوار مهمة جدا في كأس العالم، ويمكن تكسب زي ما ليلى عبد اللطيف ما قالت إن اللي هيكسب كأس العالم السنة دي منتخب عربي. وياريت تعمل لايك للفيديو وتشجعنا، ولو ليك تعليق وتقول لنا رأيك الكلام اللي قلناه ده، هل المصادفة بتلعب دور في كأس العالم ولا اللعب كويس والاستعداد؟ هل ممكن حاجة زي سيمبسون تتنبأ بحاجة وتتنبأ بأرقام، ده لو هي فعلا اللي اتنبأت، ويطلع في الآخر الكلام حقيقي؟ الفيفا ليها دور ولا اللعب للكبار؟ هستناكم في حلقة جديدة، وأسيبكم في أمان الله. السلام عليكم.